تتبعوا من أدبر وتولى وجمع فأوعى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم كلا إنا خلقناهم مما يعلمون فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون. السلام عليكم ورحمة الله. رجعنا لكم بعد تلاوة الشيخ أبي إسحاق. شيخنا حكوا بيصلي التراويح بالناس في ده ولا دي قراءة خاصة كده مع نفسك يعني؟ لا ده كان في صلاة الجمعة. صلاة الجمعة. إنه حضرتك ما صليتش التراويح خالص في حتت يعني نعم. كإمام؟ إيه؟ حضرتك ما أمتش مثلا حد الشباب أو في مكان رحت التراويح مثلا؟
لا يعني قديما كنت أفعل يعني. وبعدين شبابنا بقى اللي حفظوا اللي هم متفرغين للقراءة كده صدرناهم. وأنا كان عندي مشاغل بقى يعني بقى أروح المسجد ده والمسجد ده والمسجد، فما كانش ينفع إن أنا. إيه الصور اللي فضيلة الشيخ إسحاق يعني؟ هو القرآن كله كريم وعظيم يعني، بس بتجد إنك أنت قريب شوية كده وبتلمس شغف قلبك في كده. طبعا القرآن الحقيقة كله، لكن هو يعني سورة الأنعام اللي هي سورة التوحيد بتهزني جدا يعني، وسورة مريم. نعم. يعني في صور كده. عموما القرآن المكي يعني بيهز بعنف يعني. القرآن المكي يعني بتجد حاجة إنها أكثر وقعا على القلب. سبحان الله يخاطب القلب يعني، لأن فيه ذكر صفات الرب سبحانه وتعالى وذكر نعمه وآلائه وذكر الجنة والنار. أنت عارف الحاجات دي بترقق في القلب يعني. طيب معانا الحاج عفاف من اسكندرية. السلام عليكم حاج عفاف. السلام عليكم يا شيخ خالد. أنا طالبة بس أهني أنفسنا بوجود الشيخ إسحاق الحويني. الله يحفظك. أنا بجد أنا عاجزة عن الكلام، بس عايزة أفكره بالزمن اللي عدى شوية في برنامج فضفضة لما حضرته كان بيقول معلش أنا بشرح لكم أحاديث الرسول بأسانيد ويا رب العوام يفهموها. أنا عايزة أقول للشيخ إسحاق العوام فهموها قوي يا شيخ إسحاق. كنا منتظرين برنامج من الأسبوع للأسبوع بفارغ الصبر، ودول عوام وأنا واحدة منهم لا أفقه شيء في الدروس. أنا وزمايلي وزميلاتي كتير جدا يا شيخ إسحاق، وحضرتك بقيت تقول يا ريت حد يقول لي يطمن قلبي انتوا فاهميني ولا لا؟ لا ده احنا فاهمينك وفاهمينك وفاهمينك. يا ريت الإذاعة تسيبني شوية عشان أقول لحضرتك قصة غريبة جدا وحضرتك واخد ثوابها. أخت من العوام جت من العمرة يوم 4، لقيتها بتقول لي ده فات مني الشيخ إسحاق في الفضفضة وهي من العوام عشان أنا لسه جاية من العمرة. أنا بكرة بإذن الله يوم الخميس هقعد أشوف في الإعادة، وتوفاها الله في الإعادة وهي قاعدة قدام الشيخ. فأنا عايزة أطمن قلبه وأقول له يا رب اديك الصحة ويبارك فيك، لأن العوام فاهمينك أكتر من اللي دارسين. شكرا جزيلا حاج عفاف. معانا العوضي من الشرقية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام يا عوض، ازي حضرتك؟ كيف حالك يا شيخنا؟ بخير حال نحمد الله إليك. سلم على الشيخ أبو إسحاق. الله يسلمك. أسأل الله أن يحفظك ورعايته وأن يمد في عمرك وأن يمتعك بالصحة والعافية. الله يحفظك. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يظلك في ظل يوم لا ظل إلا ظله. أقول الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم أن نعلم قدره عند الصحابة رضي الله عنهم في كلام أبو سفيان بن الحارث بن عمه وأخوه من الرضاعة لما مات